يا مساء الفل والياسمين، أهلا وسهلا بالجميع، نورتوني في قناتي البسيطة جدا جدا. هنعمل مع بعض القلقاس زي ما انتوا شايفين. ده كان شكل القلقاس بتاعي، كمان عملت معاه صدور كده كنت مقطعاه قطع. يلا بينا نشوف عملنا الوصفة دي ازاي. يلا عملت القلقاس بالصلصة زي ما انتوا شايفين كده. يلا نسمي بسم الله وعلى بركة الله ونبتدي في المكونات بتاعتنا على طول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلوا عليه. ده كان الشكل بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. يلا بقى كده نبتدي في المكونات على طول. اول حاجة كده المكونات بتاعتي وانا كده بستخدمها على النار، هنقول المكونات على طول. تمام، جبت كده الحلة اللي انا هستخدم فيها وهعمل القلقاس بتاعي فيها. تمام، جبت كده بصلة كبيرة قطعتها كده بالسكينة، حابين تفرموا في الكبة زي ما انتوا حابين. تمام، حطيت معاهم 4 معالق من الزيت، وابتديت كده ان انا ادبل البصل بتاعي. البصل بتاعنا حابين بس ان هو يدبل، مش هنحمره ولا اي حاجة. طبعا القلقاس بتاعي متقطع وجاهز على الطبيخ على طول. طبعا انا كنت مفرزة القلقاس ده. تمام، هبتدي كده ايديا في البصل على طول بحيث ان هي تدبل بس كده وتاخد اللون الاصفر معانا. تمام، لو أول مرة بتشوفوا القناة ياريت تدعموني بلايك واشتراك وكومنت حلو منكم. لو حابين أي وصفات أعملها لكم بإذن الله أقدم لكم كل الوصفات السهلة والبسيطة. قناتي بسيطة جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده بقى. هبتدي ان انا اسيب البصلة لحد ما بتدبل كده واحس ان هي دبلت، هنزل بيه القلقاس بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلوا عليه. البصل بتاعي دبل اهو، هنزل كده بالقلقاس بتاعنا وهبتدي ان انا اشوحه في البصلة دي. تمام، البهارات بتاعتنا كمان سهلة وكمان بسيطة معانا. البهارات ملح فلفل كمون، لو حابين تضيفوا شطة بنضيف. تمام كده، ببتدي اشوح القلقاس في البصلاية كده، بنشوحه بسرعة بسرعة. تمام، ياخد كده تشويحة بسيطة جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا سبته يفك من الفريزر، ما طلعتوش على النار على طول، فك كده براحته واديته شطفة بسيطة وعملته كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ان انا في المرحلة دي هننزل بالبهارات بتاعتنا. زي ما انا قلت لكم البهارات هي ملح فلفل كمون، مش هضيف اي انواع بهارات تاني. ممكن بس نضيف شوية من الشطة لو حابين، مش حابين خلاص مش مشكلة. تمام، نزلت كده بالبهارات بتاعتي وهبتدي ان انا اقلب، اشوحهم يعني كلهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. ابتدى اهو شوحتهم يعني كده مع بعض وابتدى يطلع ريحة حلوة جدا جدا. تمام، انا هنا بقى هسيبه شوية، نغطيه يعني ونسيبه شوية. بضفت كده شوية من الشوربة بتاعتنا، وطبعا هسيبه لحد ما بيقلب، اغطي بقى عليه واسيبه لحد ما بيقلب. شايفين يا جماعة لون الشوربة حلوة ازاي؟ دي كانت شوربة فراخ، ولكن طبعا لو انتوا حابين تضيفوا شوربة لحمة مفيش مشكلة. تمام، الفراخ بتاعتنا كمان اهي قلبت. انا وطيت عليها وسبتها لحد ما تستوي بقى براحتها. طبعا انا شوحت الفراخ معاكم كتير جدا، فما حبيتش ان انا كمان اطول الفيديو ونشوحها، بس هقول لكم الطريقة كده على السريع. مبدئيا كده بنغلي الفراخ بتاعتنا تقلب قلبة، وبعدين نكب المية بتاعتها ونبتدي نشوحها بفلفل اسمر مستكة وحبهان ورق لوري وبصلاية وجزراية طماطماية اي حاجة بقى موجودة. تمام، انا صفيت الطماطم بتاعتي، عصرت الطماطم بتاعتي وكمان صفيتها وهننزل بيها على القلقاس على طول. تمام كده، هبتدي بقى ان انا اديها كده تقليبة
زي ما انتوا شايفين كده أغطي عليه وأركنه وأسيبه لحد برضه ما بيقلب. ونبتدي بقى إيه نسيبه يستوي. أنا الخضرة بتاعتي معايا أهي الكزبرة والشبت. هنعملها كده مع بعض. هنجيب طاسة بقى كده على النار وأحط فيها المادة الدهنية، وكمان معايا معلقة توم كبيرة. أيوه معلقة توم كده كبيرة. القلقاس يا جماعة بيحب التوم، وكمان شوية من الكزبرة الناشفة. زي ما انتم شايفين معلقة توم كبيرة أهي، وهانزل بقى كده بالخضرة بتاعتي، وكمان شوية من الكزبرة الناشفة. هابتدي كده إن أنا أضيف الخضرة دي كده، وأبتدي إن أنا يحمروا كده، مش يعني يدبلوا برضه. طبعًا هي خضرة مش هتدّي لون أحمر. هيدبلوا كده أحس كده بريحة حلوة. وهابتدي بقى شوية الكزبرة الناشفين أهو يا جماعة، وهنبتدي أقلّب الخضرة دي في التوم في الكزبرة كويس جدًا، وهابتدي إيديّا فيها برضه كده على طول بحيث إن هي ما تتحرقش منّي. زي ما انتم شايفين كده. باتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو ولسه ما عملتوش اللايك يلا بسرعة انزلوا اعملوا لايك. وكمان يا ريت لو عجبكم الفيديو ده اكتبوا لي كومنت حلو منكم. ولو قدرتوا تستفادوا بحاجة بسيطة في الفيديو بتمنى جدا ان انتوا تستفادوا منه، وقناتي البسيطة تعجبكم وتدعموني بالاشتراك الحلو منكم. بيكم بإذن الله هنكبر وهنوصل لكل اللي بنتمناه. يلا كده صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلوا عليه. الخضرة بتاعتي كده ابتدت تاخد تدبل. وكمان الريحة بتاعتها ابتدت تطلع اهي. هاسيبها لحد برضه ما بتدبل خالص ولون الخضرة بتاعي يغير تمامًا، والتومة بتاعتي كده تدّي اللون الدهبي الفاتح، تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلوات ربي عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا ده اللون اللي أنا محتاجاه. كمان الطماطم بتاعتي لونها حلو جدًا. تقريبًا كده خلاص برضه، والقلقاس بتاعي خلاص استوي، ويعني دقيقتين كده بس الخضرة دي تاخد وتدّي كده مع القلقاس، باسيبها بقى كده دقيقتين بس مش أكتر. وبعدين طبعًا باغطّي عليه النار. باغطّي الحلة وباسيبها زي ما قُلت لكم دقيقتين 3 كده مش كتير، ونشوف الشكل النهائي بقى إن شاء الله في التقديم. تمام كده. هنا القلقاس بتاعي أهو خلاص خلص، ده كان شكله كده حلو جدًا، ريحته حلوة جدًا، جدًا، جدًا. في ناس يا جماعة مش بتضيف له طماطم بنفس الخطوات اللي أنا عملتها، بس مش بنضيف الشوربة مش بنضيف الطماطم اللي أنا ضفتها، تمام. بنشوف بقى القلقاس بتاعنا كده في الشكل النهائي. باتمنى اللي هو يعجبكم. ريحته حلوة جدًا، جدًا، طعمه حلو، خفيف جدًا والله يا جماعة، مش عشان إن هو بطماطم تقيل لأ، هو حلو، طعمه حلو وطعمه مميز. ده كان شكل الطبق بتاعي. كان معايا رز أبيض، كمان كان معايا صدور فراخ، كلها كانت صدور شوحتها كده كانت حلوة جدًا. باتمنى الفيديو يعجبكم. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني بلايك واشتراك وكومنت حلو منكم. أستودعكم الله في رعاية الله وحفظه جميعًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.